اهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع، ومراجعة لواحد من افلام موسم عيد الفطر، فيلم برشامة. فيلم برشامة بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، عارفة عبد الرسول، ومجموعة كبيرة من الفنانين. بيدور الفيلم في قالب كوميدي عن مجموعة من الأشخاص المختلفين جدا عن بعض، واللي بيتقابلوا تقريبا لأول مرة في امتحان لمادة اللغة العربية للطلبة اللي بيدرسوا منازل من البيت يعني. وبيدور كتير جدا من المفارقات لما بيعتقدوا أو بيموت المراقب اللي بيقوم بمراقبة الامتحان او اللجنة اللي هم فيها، واللي بيقوم بدوره الفنان كمال ابو ريا، وبتتوالى الاحداث. من نقط القوة في الفيلم التجميعة او التوليفة بتاعة الممثلين هشام ماجد ومصطفى غريب وعارفة عبد الرسول، النقلات الكتير كمان بين الحوار والجمل القصيرة نوعا ما، والمواقف اللي بتجبر ان الممثلين تكون جملهم قصيرة حواريا، بيخلي فيه نقلات كوميديا. ولو انت ما ضحكتش في جزء هتضحك في جزء تاني، في جزء تالت، في جزء رابع، وهكذا، وكأنها مسرحية من فصول متعددة. كمان المواقف الخارجية اللي بتدور ما بين العمدة والمدرس اللغة العربية اللي جايبه العمدة عشان يغشش ابنه اللي هو مصطفى غريب، واللي اسمه في الفيلم حليلة، وبيحاول بكل الطرق انه يغشش ابنه الغبي اللي مش عارف يغش اي حاجة، وان هو اتنكر في ان هو متعور وربط دماغه بشكل معين عشان يبان ان هو متعور، وبيكون الهدف من التعويرة دي ان هو يقدر يغش كويس. وبرضه بيكشفه المراقب، وبيحاول انه يهدد المراقب، برضه بيفشل انه يقدر يغشش ابنه بكل الطرق، لحد لما بيجيب ميكروفون كبير بيحاول انه يغشش ابنه بيه، برضه بيفشل. فكل الحوارات وكل الافعال او المشاهد الغريبة اللي بتحصل او المواقف اللي بتحصل ورا بعض بتخليك عندك رفاهية انك تضحك باشكال مختلفة وبانماط مختلفة على مدار الفيلم، حتى لو ما كانش في اوله ممكن في النص او في الاخر. لان الفيلم من مميزاته انه لم يفقد حاسة الضحك او الاضحاك للجمهور من اول دقيقة لاخر دقيقة. يمكن في بعض المواقف او بعض اللقطات كان الريتم شوية ضعيف، ولكن التقل العام او الريتم العام للفيلم كان هو اللي شايل الموضوع بالكامل، وقادر يعوض اي ديفو او اي مشكلة او غلطة ممكن تحصل من اداء الممثلين على مدار الفيلم بالكامل. من نقط الضعف فكرة ان الفيلم بيدور احداثه في مكان واحد، برضو دي ما كانتش بالنسبة لي شيء جيد. انا كنت اتمنى يكون في اماكن كتير، لان الاماكن اللي بيدور فيها الفيلم، وخلينا نتكلم بشوية حرق كتير للاحداث، ان الفيلم بيدور في مكانين او ثلاثة: اللجنة، وفناء المدرسة او مباني المدرسة، والخارج اللي بيتقسم لثلاث اجزاء: الجامع او الزاوية اللي بيصلي فيها اهل القرية، وارض زراعية قريبة من لجنة الامتحان، وقهوة تقريبا قريبة من الجامع ومن الارض الزراعية اللي موجود فيها الامتحان بتاع الطلبة. كنت اتمنى ان يكون في مشاهد تانية او فلاش باكات تزود او تدعم جرعة الضحك بالنسبة للفيلم، ولكن دي الاحداث اللي كانت موجودة او الاماكن اللي كانت موجودة في داخل القصة. بالنسبة لي دي ما كانتش نقطة القوة قوي، وكنت اتمنى ان يكون في اماكن كتير بتدور فيها احداث تانية اكبر وتتسع دايرة الضحك والكوميديا على مستوى الفيلم. تقييم الفيلم 6.5/10، وحقيقي من الافلام الكوميدية اللي تتبسط منها جدا وانت بتتابعها. ولكن كان في حاجة بسيطة، فكرة الهزار على بعض الحاجات الدينية، او انه يرمي افيه معين على حاجة دينية ما كانش له لازمة. وعلى فكرة لو كان متشال من الفيلم ما كانش هيفرق كتير في رتم الفيلم، وما كانش هيفرق كتير في جرعة الكوميديا القوية اللي اداها كل الممثلين بلا استثناء. وما نقدرش نقول ان حد ادى اداء اقل من حد، حقيقي كلهم كانوا عاملين زي فرقة الكورة، كل واحد فيهم عارف مكانه ومركزه كويس، والضربة او المباصية او الشوطة اللي هو قادر يشوطها، فكرة ان هو يفرش الافيه لزميله ان هو يتكلم او يرد عليه كأنك بتتفرج على مسرحية ولكن في قاعة سينما. حقيقي الفيلم جيد وارشحه للمتابعة، ومن الافلام القوية في موسم عيد 2026. استنونا ومراجعات جامدة جدا في برنامج في الكادر.